قال لك بص، في بيتيا وفاسيا وتونيا، تمام. الثلاثه دول داخلين مسابقه اي سي بي سي، تمام. وقال لك اتفقوا على حاجه، قال لك لو في اتنين منا موافقين على الحل ده، هيبقى هنحل المساله دي، او يبقى المساله دي متاكدين من حلها ايا يكن، تمام. طب لو في واحد بس الموافق، هنقول لا، مش هنحل المساله دي. فبالتالي تعالى بقى، قال لك ايه الثلاثه دي؟ قال لك ان او التلاتة دي هي عدد الاسئله اللي هيحلوها، فبالتالي 1 2 3. فتعالى هنا ادي كده، اول مساله في 2 بس اللي قالوا دي صحيحه وهنحلها، فدي كده 1. والتانية 1 1 1 كلهم حلوها تمام، والتالتة قالوا لا، في واحد بس اللي حلها فخلاص. فقال لك يبقى في مسألتين اتحلوا، يبقى هي دي التانية. نفس الكلام على الانبوت ده والاوتبوت ده، تمام. تعال بقى من غير كلام كتير نشوف هنحلها ازاي بطريقة مبسطة وجميلة وسهلة ولطيفة وكل الكلام ده. بص يا باشا، تعالى عشان احنا بس ايه الكلام ده، ماشي. الحاجات دي لازم اجربها الاول، ماشي، بس خلاص كده. بس كده تمام. بص يا نجم، نزل ده تحت خالص بس. بص يا باشا، ركز معايا بقى كده. عاوزين الاول نعرف الانتجر ان، تمام، ونقول له ان دخل عدد الاسئله اللي انت عاوز تدخلها. حلو حلو يا باشا، جميل قوي. طيب، ادي كده دخل عدد الاسئله، وادي كده كل شيء زي الفل. هنعمل بقى فور لوب على حسب الاسئله دي هتمشي. بعد كده انتجر اي ايكوال 0، تمام. بعد كده اي اصغر من الان، بعد كده اي بلس بلس، تمام تمام اهو. حلو. بص بقى يا باشا، احنا هنتعامل مع الشباب دي كانها رموز، تمام. ونشوف كل رمز احتوى على انهي قيمه، تمام. لو واحد فيهم دخل وليكن 1، تمام، فلازم يكون في عداد يزود 1، تمام. بحيث ان لو العداد ده زاد عن 2 يبقى في مسألة اتحلت. لا تعالى بقى ايه، نطبق الموضوع ده بشكل كويس جدا. بص يا باشا، ركز معايا كويس قوي. قال لك احنا هنتعامل مع شباب اهو، انتجر اكس مثلا، او خليها A B C. حلو قوي. وقلنا سي ان اهو، يا ايه قول لي رايك ايه. ايه ده، ماشي. وبي قول لي رايك ايه برضو. وسي على نفس الحال. سي يا باشا، سي سي سي. يا لهوي، الساعة 3 وربع الفجر، قبل الفجر كده، تمام. وانا بصور، واحد اصلا مش فايق، ماشي. كده خلاص هما دخلوا القيم. هنعمل بقى الاف كونديشن، نقول له ايه؟ نقول له بص يا باشا، نقول له لو الاي اكبر، لو الاي بتيكوال 1، او لو لقيت ان الاي بتساوي الواحد، تمام. فانت هتعمل لي ايه بقى؟ هتزود لي على كاونتر 1. هتقول لي طب فين الكاونتر ده؟ اقول لك هنعمله دلوقتي حالا. كاونتر وادي كما صفر. طيب تمام تمام. هتزود الكاونتر بلس بلس، حلو قوي. نفس الكلام هنا على البي والسي، جميل قوي. هندي برضو شرط رابع. تقول لي ايه ده، هو في شرط رابع؟ اقول لك ايوه. ايه الشرط الرابع؟ ركز معايا بقى. بص يا باشا، المعلم ده حل وتمام، وده حل وتمام، يعني في مسألة اتحلت. طب قيمة الكاونتر كده بكام؟ باتنين. بس هي مسألة واحدة اللي اتحلت. فهنعمل كاونتر تاني، ندي شرط نقول له لو الكاونتر ده أكبر من أو يساوي الاتنين، فأنت بالظبط هتزود الكاونتر الجديد 1، تمام؟ طيب، لو احنا قلنا وليكن، هنيجي أعرف لك هنا مثلا، أقول لك تي كاونتر وليكن، واديته صفر كده، تمام تمام.
اللي حصل بقى ان انا جيت قلت هنا اهو، ادي الاف اهي ماشي، وقلت لك ان الكاونتر اكبر من او يساوي الاتنين، يبقى زود لي على التي كاونتر واحد. تمام، خلصنا. اعمل لي سي اوت للتي كاونتر. ايه ده؟ فين التي كاونتر يا محمد؟ ما انت عرفتها جوه الفور لوب، ما دي مشكله. فانت هتاخد التي كاونتر دي وتعرفها بره الفور لوب. هتقولي طب والكاونتر؟ اقول لك طيب، لو احنا عرفنا الكاونتر بره، تعالى نعرفه بره عشان تشوف الفرق. حلو قوي. كده المسألة على فكرة جاهزة، بس في طبعا لوجيك او ايرور لوجيك رهيب. دخل عدد الأسئلة وليكن 2. اكس A قول لي إجابتك هتختار واحد ولا زيرو، فأنا هختار واحد. B هيختار واحد. 3 اختار زيرو. لا أنا اخترت زيرو، ثواني في خطأ حصل. تمام، يلا مسألتين، واحد واحد زيرو. تمام، وفي واحد بس اللي حل المسألة التانية، ولكن الباقيين قالوا لا مش موافقين. بص بقى، هتتوقع ان هو هيظهر واحد، لكن في الاسف هيظهر اتنين، وما ينفعش يظهر اتنين، المفروض يظهر واحد لان مسألة واحدة بس اللي اتحلت. هتقولي اقول لك ليه بقى، تعالى بقى يا باشا افهمك ايه اللي حصل. بص يا باشا، نقرب كده اللاب عليا. بص يا باشا، اللي حصل هنا انك انت مشيت الكاونتر مثلا في اول سؤال، هو في اول سؤال كان فيه، يعني احنا اخترنا ان احنا نحل عدد اسئله اتنين، صح؟ حلو قوي. السؤال الاول اتحل، صح؟ صح، جميل. السؤال الاول اتحل، فالكاونتر، او معلش، الاختيار الاول اختار واحد، والاختيار الثاني اختار واحد، والاختيار الثالث اختار صفر. فكده الكاونتر لحد الان هو اتنين. هتقول لي ايه ده، هو ايه اللي لحد الان؟ ما احنا عاوزين نعيد بقى تاني. اقول لك جميل، كويس انك ركزت. لما يجي يعيد تاني هيلاقي ان في واحد اختار واحد والباقيين اختاروا صفر. اقول لك حلو قوي، يعني واحد؟ اقول لك لا، يعني ثلاثه. هتقول لي ليه؟ اقول لك لانك معرف الكاونتر بره، فالقيمه اتحفظت بره. لو انت عرفت الكاونتر هنا، ثواني، هو كده هيفضل يعيد نفس القيمه وهيفضل يرجع يديها صفر تاني. تعال نعمل كده نجرب. ادي كده مسألتين، تمام. المفروض اول واحده هيحلوها صح، واحد واحد زيرو مثلا، تمام. تاني واحده في واحد بس هيحلها، واحد زيرو زيرو زيرو، فالاجابه فعلا طلعت واحد، وده اللي احنا كنا عاوزينه. تمام، فتعالى كده ادي الكود ماشي زي الفل، ماشي. بص يا باشا، انت الفكره كلها هنا انك انت الكاونتر لو طلعته بره هيزيد، هيفضل يزيد وهيبقى ده، فاهمني؟ في نفس البرنامج طبعا. فهيجي هنا عند التي كاونتر يقول لك ما هو هيجي هنا عند الاف كونديشن، فيجي يقول لك ده هو فعلا اكبر من الاثنين اصلا، وهم حالين مساله واحده، فالمعلم ده هيزداد واحد. تمام، هنلف تاني، فالمعلم هيزداد واحد تاني. تمام، بس اول مره كان اتنين فازداد واحد، تاني مره بقى تلاته فازداد واحد، فطلع لك التي كاونتر، قال لك لا خلاص انا بقيت اتنين. تمام كده. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي هنا اصلا، معلش كده اهو، ماشي. هناخد الحاجات دي، كنترول سي، هنطلع على المعلم. اه 2 3 1 ايه، تمام، هي المسألة اهي 2 3 1 ايه. هنعمل سبميت، نكتب 2 3 1، ادي كده ايه، خلي بالك كابيتال، وهنيجي نحط الكود بتاعنا وهنعمل سبميت. بسم الله، سبميت، يا رب بس ما يبقاش فيه ايرور كده عبيط ولا حاجة. الحمد لله قال لي اكسبت تحت اهو. استنى، تيست ايه، برضه نفس الغلط. الحمد لله جاب لي اكسبتد. طيب نخش بقى في المسألة اللي بعدها.